الهدف الملغي هو صح تسلل او اخطا الحكم في تقديره للحاله؟ هدف صحيح مليون في المية. انا قلت لك على ضربة الجزاء مليون في المية، وبقول لك ده هدف صحيح مليون في المية. فين الفاول هنا وفين انا اعتقد وجهة نظر ان الحكم لغى الكرة دي، الهدف ده ان فيها حجز من المهاجم لإنيجو مارتينيز، ولكن لما تشوف اللعبه بالبطيء يا مهند، المهاجم انتيكا مهاجم ايوه اللي هو المفروض في التسلل حاليا مش متداخل تماما في اللعبه، وحتى ما منعش انيجو مارتينيز من ان هو يقطع الكوره. فانا اشوف ان الهدف ده صحيح مليون في الميه لرايو. اللاعب اللي سجل الهدف مش في موقف تسلل تماما، بعيد تماما خالص اللاعب. حتى انيجو مارتينيز حاول ان هو يشده، ولكن اللاعب بنيانه القوي هو اللي منع انيجو مارتينيز ان هو يمنع الكرة دي. انما هو هدف صحيح مليون في المية. نقاش مفتوح كابتن طارق فيما يتعلق بهذه الحالة، لان هي اكثر حالة مثيرة للجدل. صحيح مثيرة للجدل، هو اللي سجل مش في التسلل، لكن المشكلة ولا تدخل حتى كابتن. لكن المشكلة لما شاهدت الكرة في لاعب في التسلل